جماعة النقابة جاوا حكاوا كان على شهداء. المواضيع نتاعنا نحن نطرقوا لها بطريقة معناتها بسيطة، مرور الكرام كيما عفاو على جماعة 2011 فهمتني قريب 3000 واحد. شنو الأسباب باش عفاو؟ علاش انتوا مش مناش خاطر فما شكون وقتها مش موجود فهمتني في تونس، وفما شكون كل حد عنده اسباب. هذاك تو الميساج خاطر نحن بديناها معناتها بالمطالب الكتابيه من بعد بالمطالب الشفهيه. توا بصراحه ولات الناس قادمه على عمليه. بالنسبه للزملاء المعزولين مطلبهم الوحيد الرجوع الى سلف العمل الذي عاودناه تكرارا ومرارا. سلطه الاشراف وقابلنا السيد وزير الداخليه واعطانا وعود باش نرجعوا نخدموا. الى حد الان ما فما حتى وعد معناها من اللي خذيناه مع السيد وزير الداخليه. معناها جيتوا تساندوا زملائكم؟ جينا نساندوا زملائنا وجينا باش نوعيوا زملائنا وجينا نداء عاجل للسيد وزير الداخليه ورئاسه الحكومه باش يشوف ياخذوا اجراء مصيري في اعوان امن المعزولين، يحل صفحه جديده مع الناس الكل، خلي يرجعوا يخدموا على رواحهم. وقت هذا وقت نتاع مقاومه الارهاب، الناس الكل لازمها تاخذ مع بعضها. العائله كامله مديرين بما فيهم اطارات بما فيهم اعوان، الناس الكل تلم الشمل مع بعضها والناس الكل ترجع تخدم على بعضها. كلها من الناس كلها تخدم على تونس. غلطنا نحن وتحاسبنا. تكون محاسبه مرتين؟ ما فماش شكون يحاسب مرتين. فهمت؟ نحن غلطنا وتحاسبنا. ديجا عاون امن كي يتوقفوا 3 شهور برك على الخدمه يقعد عامين و3 سنين يعاني في الايقاف تاع 3 شهور. خلي نحن عندنا سنوات تو. عندنا عائلات، عندنا اولاد، عندنا رجال اماتنا، عندنا اولادنا لاهين بهم. ما لقيناش. صدقني انسان يقوم الصباح يقول يا ربي العمل عليك، يا ربي فضل لي في مصروف اليوم. نداء الى السيد وزير الداخليه، احنا قاعدين نموتوا من اجلهم وما زلنا نموتوا من اجل السيد وزير الداخليه واعضاء الحكومه كلهم، فما عندنا والبلاد هذه كله ما عندناش عليها مزيه، لكن غلطنا سبحان الله. غلط كل الشعب التونسي كله غلط، الشعب التونسي كله غلط وغلط، لكن مش تعاقبوا مرتين، مش تعاقبوا مرتين. غلط اسيدي طالبين العفو، احنا سيد وزير الداخليه رانا طالبين العفو، سامحنا جاه ربي سامحنا سيد وزير الداخليه. رانا عندنا عائلات، عندنا تشردنا، راهي ناس تشردوا، طالبين العفو، طالبين العفو. اخر مره نقولوا سيد وزير الداخليه، سيد رئيس الحكومه، سيد المنصف المرزوقي، رانا طالبين العفو. انت قاعد سيد المنصف المرزوقي قاعد يعفي بطبيعته حقوقه، قاعد يعفي على العباد. اعفوا علينا اخوي، اعفوا علينا. خلينا نشوفوا العائلات هذوما ما عندوش عنده 6 صغار فينا، ما هو مخلي علاوه على الام مريضه، الاخت مريضه، البوه معاق، لا اعلم به. ان شاء الله ندانا هذا يوصل، وان شاء الله الصحافه تساندنا، وان شاء الله المجتمع المدني يساندنا، وان شاء الله النواب نتاع المجلس التاسيسي يساندونا، وبارك الله فيكم. هاي خويا.